تفاصيل إصابة إمام عاشور الجديدة أو استبعاده من المباراة القادمة أو استبعاده الفترة اللي جاية وخناقته مع كولر، وهل ده موجود ولا مش موجود؟ هكلمك دلوقتي وأقول لك التفاصيل. بس في البداية أحب أقول لك أهلا بيك على قناة باكورد، والحقيقة بس عندي مع أحمد اللفندي بخصوص الموضوع بتاع إمام عاشور. أتمنى منكم الدعم في الفترة اللي جاية الأول للقناة ولإخواتنا وأشقائنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. موضوع التبرع زي ما بنوه دايما 9707 الرقم ده تقدر تبعت بيه لاخواتنا المبالغ اللي انت تقدر تبعتها، ده بيروح لاخواتنا الاشقاء ونتمنى ليهم فك الكرب يا رب ولينا جميعا. امام عاشور حصل خلاف بينه وبين كولر بعد المباراه لما تصرح في المؤتمر وقال ان هو مش جاهز وما بيعملش في التمرين اللياقه الكامله بتاعته، وما بيقدمش في تمرين القوه بتاعته بشكل قوي. ولكن اعتقد ان الموضوع بسيط، لكن هو هيوسع بالكلام والسوشيال ميديا بتكبر الموضوع. عايزين بس نلم الكلام ونلم المواضيع دي، ما نبقاش فيه تصريحات من النوع ده تاني. لان هو انا بلوم على كولر ان هو بيتكلم على امام في المؤتمر، لان انت كنت راجل مقعده على الدكه وبعد كده هتلعبه في مطوشه جايه او لا، دي حاجه بتاعتك، ولكن ما تصرحش تصريح زي ده. كولر ذكي جدا، ولكن دي جانبه الحظ في الموضوع ده، في التصريح ده بالذات. كده انت هتخلي اللاعب ياخد منك موقف بعد ما كان بيحبك او حاجه، فبلاش بلاش يعني. المواقف دي بتوسع بالكلام كتير بالسوشيال ميديا، وامام بالذات لاعب صغير سنا، فما عندوش من الخبره اللي هو ممكن يقدر يتحكم في نفسه. ممكن لعيب زي ده يبدا اخلاقه بعد ما كنا بنحاول نقومه هنلاقيه باظت الدنيا منه، وما استفدناش منه بحاجه بعد ما كان بادئ بدايه قويه. نتمنى الموضوع ده يتلم بسرعه او يخلص ونشوفه في المطوشه اللي جايه سريعا، وامام يجتهد في التمرين شويه. لو الراجل شايف ان هو بدا يتكاسل يشد على نفسه شويه، وان شاء الله يبقى اقوى من الاول بعد ما يرجع باذن الله. تحياتنا دايما لامام، وتحياتنا لكولر، وتحياتنا لكل الناس، وتحياتي ليكم، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش لايك واشتراك وفعلوا الجرس على الكل. تحياتي ليكم، اشوفكم دايما في رعايه الله. سلام. تفاصيل إصابة إمام عاشور الجديدة أو استبعاده من المباراة القادمة أو استبعاده الفترة اللي جاية وخناقته مع كولر، وهل ده موجود ولا مش موجود؟ هكلمك دلوقتي وأقول لك التفاصيل. بس في البداية أحب أقول لك أهلا بيك على قناة باكورد، والحقيقة بس عندي مع أحمد اللفندي بخصوص الموضوع بتاع إمام عاشور. أتمنى منكم الدعم في الفترة اللي جاية الأول للقناة ولإخواتنا وأشقائنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. موضوع التبرع زي ما بنوه دايما 9707 الرقم ده تقدر تبعت بيه لاخواتنا المبالغ اللي انت تقدر تبعتها، ده بيروح لاخواتنا الاشقاء ونتمنى ليهم فك الكرب يا رب ولينا جميعا. امام عاشور حصل خلاف بينه وبين كولر بعد المباراه لما تصرح في المؤتمر وقال ان هو مش جاهز وما بيعملش في التمرين اللياقه الكامله بتاعته، وما بيقدمش في تمرين القوه بتاعته بشكل قوي. ولكن اعتقد ان الموضوع بسيط، لكن هو هيوسع بالكلام والسوشيال ميديا بتكبر الموضوع. عايزين بس نلم الكلام ونلم المواضيع دي، ما نبقاش فيه تصريحات من النوع ده تاني. لان هو انا بلوم على كولر ان هو بيتكلم على امام في المؤتمر، لان انت كنت راجل مقعده على الدكه وبعد كده هتلعبه في مطوشه جايه او لا، دي حاجه بتاعتك، ولكن ما تصرحش تصريح زي ده. كولر ذكي جدا، ولكن دي جانبه الحظ في الموضوع ده، في التصريح ده بالذات. كده انت هتخلي اللاعب ياخد منك موقف بعد ما كان بيحبك او حاجه، فبلاش بلاش يعني. المواقف دي بتوسع بالكلام كتير بالسوشيال ميديا، وامام بالذات لاعب صغير سنا، فما عندوش من الخبره اللي هو ممكن يقدر يتحكم في نفسه. ممكن لعيب زي ده يبدا اخلاقه بعد ما كنا بنحاول نقومه هنلاقيه باظت الدنيا منه، وما استفدناش منه بحاجه بعد ما كان بادئ بدايه قويه. نتمنى الموضوع ده يتلم بسرعه او يخلص ونشوفه في المطوشه اللي جايه سريعا، وامام يجتهد في التمرين شويه. لو الراجل شايف ان هو بدا يتكاسل يشد على نفسه شويه، وان شاء الله يبقى اقوى من الاول بعد ما يرجع باذن الله. تحياتنا دايما لامام، وتحياتنا لكولر، وتحياتنا لكل الناس، وتحياتي ليكم، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش لايك واشتراك وفعلوا الجرس على الكل. تحياتي ليكم، اشوفكم دايما في رعايه الله. سلام.